العظمة دي في ناس مستعدة إنها تدفع فيها مبالغ فلكية، لكن بشرط إنها تكون سليمة. ويا سلام بقى لو كانت ناشفة. تعرف إن العظمة دي هي أخطر جزء في الذبيحة الأضحية، ولازم تكسرها وتبهدلها قبل ما تتخلص منها. واوعى، ونصيحة مني، اوعى ترميها سليمة. وفي جزارين يعرفوا ربنا كويس جدا، بعد ما يخلصوا الذبيحة بتاعتهم ويشفوا العظمة دي، بيتخلصوا منها وبيكسروها 100 حتة، لأنهم عارفين الخطر اللي بيجي وراها، واللي ممكن يؤدي لأذية أي شخص. والأذية دي كمان ممكن تؤدي إلى موت الشخص ده أو خراب حياته. ولو سألتني دلوقتي أنا ليه في بداية الحلقة قلتلك إن المشعوذ أو الساحر ليه بيعز العظمة الناشفة، وده بكل بساطة لأن كل ما بيزيد نشفان العظمة دي، كل ما بيزيد الألم والتعب اللي بيتصاب بيه المسحور لحد ما يموت ببطء. والجزارين عارفين أبا عن جد خطورة العظمة دي، ولشدة خطورتها بيوصوا بعض جامد جدا عشان يكسروا العظمة دي ويبهدلوها قبل ما يتخلصوا منها، عشان محدش يستخدمها بعد كده في أي عمل أو سحر يأذي بيه حد غيره. وبيعتبر سحرها ده من أقوى الأسحار الموجودة، واللي بيصعب فكها من طرف المعالجين. والموت ببطء هو نهاية كل واحد اتسحر على عظمة الكتف، لأنها بيتكتب عليها نوع السحر من الطلاسم، سواء كان السحر بالمرض أو وقف الحال أو عدم الزواج حتى. وبتدفن في بطن الأرض، وفي اللي منها بيدفن في المقابر، وحتى في صناديق الموتى. انت متخيل الحقد والغل ممكن يوصل بالشخص لإيه؟ طب اشمعنى السحرة والمشعوذين بيستخدموا العظمة دي بالذات؟ وده علشان بتبقى واسعة وبتبقى مفرودة، ومن السهل انك تكتب عليها الطلاسم. والمسحور بسحر العظام بيحس بألم ووجع شديد في المفاصل، وبيحس أكن في نار مولعة في هيكله العظمي، وممكن يوصل بيه الحال للشلل أو الموت البطيء. ودكاترة كتير كمان ساعتها مش بيعرفوا يشخصوا حالته، ومش بيعرفوا إيه السبب. وده كان فيديو صغير للتوعية. وخلي بالك كويس جدا لتالت مرة، اوعى تتخلص من العظمة دي بدون ما تكسرها، لأنك ببساطة ممكن تشترك أو تتسبب في أذية شخص ما بدون ما تقصد. وكل سنة وانتوا طيبين.